فإذا كانت مكة أول بيت بناه إبراهيم، فقبة الصخرة هي مكان ونقطة معراج محمد إلى السماوات العلى لكي يؤم ويسود على كل الأنبياء من أبيهم إبراهيم مرورا بموسى حتى عيسى بن مريم. وبالتبعية تفوق تلك البقعة قداسة مكة وكعبتها بالضرورة. على الأقل هذا ما كان في مخيلة عبد الملك بن مروان. لا بد أن تكون قبة الصخرة أقدس من كعبة مكة وحجرها الأسود. الدولة الأموية دعنا نطلق عليها اسمها الحقيقي، الدولة المروانية، والتي ارتكبت مذبحة الحرة. الكثير لا يعلمون عن هذه الحادثة في التاريخ الإسلامي. في عام 63 هجرية تم ارتكاب مذبحة لأهل المدينة، حيث تم ذبح أكثر من 10,000 من الصحابة والمهاجرين وأهل بيت محمد، وتم اغتصاب الحرائر من سيدات الصحابة، حيث يروى حسب ابن الجوزي أن أكثر من 1000 امرأة من المدينة قد ولدت بعد مذبحة الحرة دون زيجة. وخاض الناس في الدماء حتى وصلت الدماء إلى قبر رسول الله وامتلأت الروضة والمسجد. ما حدث بالحرة لم يكن قتالا، ولكن انتقاما وليد بغض وكراهية مخيفة من بيت بالضرورة غير قرشي. ومن الجدير بالذكر أن اختيار مكان الحرة وفظاعة ما تم بها من مذابح للصحابة والمهاجرين وآل البيت كان من تخطيط عبد الملك بن مروان، وذلك يميل بنا إلى الاعتقاد بعكس الروايات العباسية بعدم انتسابه إلى قريش. كما ذكرنا كانت واقعة الحرة سنة 63 من ذي الحجة، وكان بينها وبين موت يزيد بن معاوية 3 أشهر، وبعدها تولى عبد الملك بن مروان وأكمل المذبحة حتى وصل بها إلى مكة، حيث حاصر البلدة القديمة وأحرق كعبتها بالمنجنيق ثم هدمها. وذبح عبد الله بن الزبير أمام مرأى ومسمع من أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق. هذا هو عبد الملك بن مروان الخليفة وأمير المؤمنين الذي أمر ببناء قبة الصخرة، أول وأروع بناء معماري في تاريخ الدولة الإسلامية، والذي صار أسطورة معمارية تخدم هدفا خفيا غير واضح ويحير الباحثين إلى الآن. بمعنى أن عبد الملك بن مروان كان يتربع على نصف عرش الدنيا في نهاية العصر الكلاسيكي القديم وبدايات ما يعرف بالعصور الوسطى، وهذه قوة جبارة وثروة فاحشة لا يمكن استيعابها. ولكن كان من الحتم بل ومن الضروري أن تجد هذه القوة العسكرية الجديدة ما يعبر عنها فنيا ومعماريا، ولم يكن ذلك ممكنا إلا بالرجوع إلى الديانة الإسلامية الوليدة كمحرك روحي للإمبراطورية الناشئة. ومن هنا ولدت فكرة قبة الصخرة، ومن هنا أيضا ولدت وانتشرت المرويات الإسلامية عن ارتباط حادثة الإسراء والمعراج بقبة الصخرة، حتى وإن لم يتواجد أي مسجد سواء أقصى أو أدنى في فترة قصة الإسراء في تلك البقعة بالقدس، وذلك موضوع بحث آخر. فإذا كانت مكة أول بيت بناه إبراهيم، فقبة الصخرة هي مكان ونقطة معراج محمد إلى السماوات العلى لكي يؤم ويسود على كل الأنبياء من أبيهم إبراهيم مرورا بموسى حتى عيسى بن مريم. وبالتبعية تفوق تلك البقعة قداسة مكة وكعبتها بالضرورة. على الأقل هذا ما كان في مخيلة عبد الملك بن مروان. لا بد أن تكون قبة الصخرة أقدس من كعبة مكة وحجرها الأسود. وقبة الصخرة بناء هندسي محير، فهو ليس مسجدا، هذا من المؤكد. ولما كانت المباني في بدايات التاريخ الإسلامي كانت إما مساجد أو قصور، وقبة الصخرة لم تكن مسجدا ولا قصرا للخليفة، فهي بناء لا مثيل له على شكل مسمن له 4 أبواب، ويزينه من الخارج والداخل أروع ما رأته العين من أعمال خزف وفسيفساء، ناهيك عن القبة المغطاة بالرصاص تلمع في ضياء الشمس كأحد نجوم السماء.
فما الذي كان يجري في مخيلة ووجدان عبد الملك حين أمر بإنشاء ذلك الشاهد العظيم؟ وأي غرض كانت ستخدم تلك القبة الساحرة؟ ولكن على الجانب الآخر جال عبد الملك ببصره على أطراف إمبراطوريته الناشئة، فلم يجد إلا صحاري شاسعة تخلو من أي شواهد معمارية تعكس قوة العقيدة الإسلامية الجديدة. وجد نفسه ملكا على مملكة شاسعة من الرمال يتوسطها بناء متواضع التصميم يخلو من أي جمال أو خيال معماري يحرك المشاعر الروحية، يحوي بداخله حجرا بركانيا أسود اللون يحج له المسلمون الجدد ويشار إليه بكعبة مكة. كان اعتلائه كرسي الحكم من دمشق وتعدد تجواله في أنحاء فلسطين ما أدهشه، خاصة بعد مشاهدته لكنيسة القيامة وما تمثله من تحفة معمارية ورمزية روحية للشعب المسيحي من كل بقاع الدنيا، خاصة أوروبا سواء البيزنطية أو الرومانية. كان لكنيسة القيامة مكانة دينية كمكان لصلب ودفن المسيح وقيامته، إلا أن عبد الملك بهر بالأخص بالقبة المعلقة لتلك الكنيسة، وكان قد بدأ ينمو في مخيلته وأحلامه بناء مشابه لكنيسة القيامة يحج له جموع المسلمين ويكون شاهدا معماريا على مجده الشخصي كعبد الملك المرواني الذي ترجع جذوره إلى خراسان، أول خليفة يحكم الشرق الإسلامي والعالم القديم. لم يتبلور حلم عبد الملك بن مروان بأهمية بناء شاهد معماري له صبغة دينية يكون مركزا روحيا إسلاميا يحج له جموع المسلمين من العالم، وينقل القلب الديني للخلافة الإسلامية الجديدة من مكة وصحاريها إلى فلسطين والشام، حيث قصر الخلافة والمراكز الحضارية التي تلاصق الإمبراطورية البيزنطية بكل مجدها وشواهدها المعمارية الفريدة. لم يتبلور ذلك الحلم إلا عندما شاهد لأول مرة عبد الملك بن مروان كنيسة آيا صوفيا في القسطنطينية. إعجابه وافتنانه بعمارة هذه الكنيسة كان المؤثر الرئيسي والذي ألهم عبد الملك لكي يبني شاهدا معماريا في عظمة وجمال آيا صوفيا، ولكن في ثوب إسلامي عربي يغطي على مكانة كعبة مكة للأبد. أراد لقبة الصخرة أن يشرق نورها من المكان الذي شهد معراج محمد إلى السماوات العلى منطلقا من صخرته المقدسة التي أفاضت المرويات عنها، حيث قيل أيضا أنها عرش الله الأدنى ومن تحتها بسطت الأرض، وأنها وسط الدنيا وأوسط الأرض كلها، وأخيرا أن لها مكانة الحجر الأسود في الكعبة إن لم تكن تفوقه. وصف ابن كثير في كتابه البداية والنهاية مدى جمالية المكان بقوله: ولم يكن يومئذ على وجه الأرض بناء أحسن ولا أبهى من قبة صخرة بيت المقدس، بحيث أن الناس التهوا بها عن الكعبة والحج، وبحيث كانوا لا يلتفتون في موسم الحج وغيره إلى غير المسير إلى بيت المقدس، وافتتن الناس بها افتنانا عظيما وأتوه من كل مكان. أراد عبد الملك أن ينطفئ نور كعبة مكة وحجرها الأسود بعد أن لطخ الطريق إليه بدماء أكثر من 10,000 من الصحابة والمهاجرين وآل بيت محمد في المدينة ومكة، انتهاء بسفك دماء عبد الله بن الزبير آخر من كان ينازعه على لقب خليفة الله على الأرض، عبد الملك على الأرض، صاحب المزار والحج الجديد لجموع المسلمين. هو من بنى بيت الله الجديد وقبته الزاهية والتي تحوي وتحمي الصخرة المقدسة، صخرة المعراج إلى سدرة المنتهى، والهبوط مرة أخرى إلى قبة عبد الملك بن مروان والمسجد الأقصى، حتى وإن لم يكن ذلك المسجد وقتها مشيدا بعد. وبهذا تظل هذه القبة خالدة إلى الأبد، محمية بالمرويات الدينية الرسمية وزاهية بجمال وعبقرية تصميمها، والذي كان منذ اللحظة الأولى يخدم هدفا بديلا عن كعبة مكة وحجرها الأسود الذي
لم يكن يراها الخليفة المرواني مرضية أو تليق بعظمة ومجد الإمبراطورية الإسلامية تحت حكم عبد الملك بن مروان أمير كل المؤمنين، سواء رضيت مكة وحجرها الأسود أم لم ترضى.